السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. نصلي كده على النبي في اول الفيديو. ما ننساش دعوة حلوة من قلبكم. طبعا بفك الكرب ودعوة حلوة من قلبكم. ربنا يتقبل عمرة ماما فادية ويرجع لنا بألف سلامة. وطبعا انا بدعيلكم من كل قلبي، الله يسعدكم ويحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب. كل سنة وانتم طيبين. ما ننساش اللايك وكومنتاتكم الجميلة طبعا. الله يسعدكم ويدومكم نعمة في حياتي. طبعا اليوم ده انا بصوره معاكم. هو ده اليوم اللي انا كنت رايحة فيه إيه، اشوف ماما فادية. مش عايزة اقول اودع لان انا ما بحبش كلمة الوداع بصراحة، بالذات للغاليين عندي قوي قوي. بخاف من كلمة الوداع دي. فانا كنت رايحة اشوف ماما اليوم اللي هي مسافرة فيه. فقلت اطبخ الاول لشريف، يعني قلت اقضي معاكم اليوم من اوله لاخره. طبعا انتوا شفتوا اليوم في اخره، بس ده كان في اوله. انا نزلت اخره قبل اوله ازاي؟ الفيديو اللي قبل ده كان نازل ان انا جايبه لماما هديه وانا هناك موجوده معاها، لكن الفيديو ده قبل ما اروح في نفس اليوم بس وانا رايحه. فيعتبر كده انتم مقضيين معايا اليوم من اوله لاخره. ف على قد ما انا فرحانه، على قد ما انا حاسه ان انا تايهه تايهه، لان ماما بالنسبه لنا يعني النفس اللي بنتنفسه. فالحمد لله انا فضلت لاخر لحظة واقفة على رجلي لغاية ما ركبت ومشت، وانا متماسكة ومش عايزة، يعني مش عايزة ان انا يعني احسس اللي حواليا ولا احسس اي حد باي دموع ولا اي زعل جوايا. طبعا هي باذن الله مسافرة شهر وجاية، بس اول مرة في حياتي ماما تبعد عننا، سواء انا او اخواتي. مكيش تبعد عننا ابدا. شهر بالنسبة لنا ده كتير كتير، عمرها ما حصلت. فاحنا كنا متعهدين ان احنا نطلع مع بعض دايما. كنا متفقين ان احنا نطلع مع بعض، لكن الظروف حكمت ان هي تطلع، والحمد لله ربنا كتبها لها وهي كانت بتتمناها. وانتوا عارفين طبعا اللي حصل السنة اللي فاتت، الحمد لله اللي جت على قد كده. والحمد لله ربنا تقبل منها دعائها، وان هي اكرمها، او ان ربنا اكرمها بعمرة رمضان زي ما هي بتتمنى. ربنا يتقبلها منها ويتقبل دعائها لينا هناك، وترجع لنا يا رب بخير وبسلامة. عاوزة اقولك يا ماما وحشتيني والله. ترجعي لنا يا رب كده بخير وبسلامة، ويطول في عمرك انت وبابا يا رب، وتفضلوا نعمة في حياتنا كده. احنا عايشين بحسكوا في الدنيا والله. طبعا بعد ما ماما مشت بقى، انا ما اقولكوش انا كنت راجعه البيت عامله ازاي. انا مشيت على طول، ما فيش بعدها تقريبا بنص ساعه كده قعدت مع امل وانا واخواتي شويه في البيت كده، وكل واحده روحت بيتها. بس راجعه بقى ما اقولكوش، يعني من ساعه ما ركبت العربيه ومشت وانا والله راجعه البيت بدموع عيني كده مش قادره. ربنا اللي كان عالم بيا، بس انا فرحانه لفرحتها قوي، بس ربنا عالم بيا قد ايه هي وحشتني من وهي بس طالعه لسه تركب العربيه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انت كده فاجئتيهم مره يا رب واحده. تكونوا بخير كده وبأسعد وبأسعد. ايش يا ماما تركزي؟ الصيام مقصر ولا ايه؟ استني كده لو سمحتي، عشان هو شكله مقصر. اقول تاني. قولي، انا ما قفلتش اصلا، اقول تاني. اكنها تنزليني كده باللفته اللي جات لي مره واحده كلنا دي. بنتلخبط عادي، إيه المشكله يعني؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دعوة حلوة كده منكم من قلبكم. ربنا يا رب يرجع ماما فادية بالسلامة ويتقبل منها دعائها وقيامها وصلاتها يا رب. ويتقبل منها عمرتها و... والله ماما فادية ما نسيتكم، بتدعي لكم كده وبتدعي لنا. وماما فادية اصلا بتهيألي بتدعي للدنيا كلها ونسيت تدعي لنفسها. والله ده حقيقي، هي تدعي للكل وتنسى نفسها دايما. اخر حاجة بتفكر في نفسها. بس انا قايله لها وموصياها يعني انسي كل حاجة في الدنيا وافتكري نفسك شوية بقى. عيشي لنفسك الشهر ده وادعي وصلي وقيمي واقرأي قرآن
ويعني عيشي بقى لنفسك، عوضي كل حاجة فاتتك، فإن شاء الله ربنا يتقبل منها يا رب ويجعلها من المقبولين. يا رب اللهم امين. يلا وحشتني كده. يا ماما قوي يا ماما. ايه ده لايكات. يا ولاد بس يعني. بس بقى يا اسماء، قلبي انت وجعني، عارفة ربنا يجيبها لنا بالسلامه. انت عارفة لو انا ما شفتش ماما يوم 2 3 كده، بس هي موجودة في البيت جنبنا هنا، ببقى حاسة ان انا مطمئنة. بكلمه واحده وهعيط. اقعدي ساكته. خلاص انا ساكتة. طبعا كده حبايب قلبي، ما تنسوش بس كومنت حلو منكم كده من قلبكم، الله يصلح حالكم ويسعدكم. تنسوش اللايك للبت سومة، وما تنسوش قناة احمد وشيماء اولاد تشتركوا فيها كده، عايزين نوصلها ل100,000 قريبا. ان شاء الله كل شيء بميعاد، واحنا حبايبنا منورينا في كل مكان. طبعا زي ما بقول لكم كده، انا قلت ايه اجهز الاكل بقى لشريف. انا لو عليا كنت عايزه اروح من الصبح بدري، بس احنا في رمضان وشريف هيفطر فين وهيفطر ايه، فقلت اجهز الاكل قبل ما امشي. لكن انا لو عليا كنت عايزه افتح عيني واطير على ماما، اقضي معاها اليوم من اوله لاخره. بس انا ما روحتش طبعا الا اخر النهار بعد الفطار بشويه. فعملت صينيه بطاطس بقى زي ما انتوا شايفين، قطعت البطاطس والبصل والفلفل والفراخ، غسلتها كويس جدا بالدقيق وليمون وملح وكده، يعني ظبطتها. بحب اضيف المرقه انتوا عارفين يعني، ودي حاجه اختياري براحتكم، اللي بيحب يحطها ماشي، مبيحبهاش خلاص. ونحط برضو توم مهروس، والطماطم المفرومه حطيتها وزودتها شويه ميه كده، ما بحبش الصلصه تبقى تقيله. ونحط شويه بهارات مشكله بقى، فلفل اسود على كزبره على كمون على ال7 بهارات، كل البهارات اللي بتحبيها براحتك حطيها. شوية بابريكا بقى عشان ايه، يحمروا الصلصة شوية، يحمروا الطماطم. وطبعا رشة ملح بس ما بكترش عشان انا حاطة مرقة. وحتة سمنة بلدي كده، ما بكترش برضو سمنة بلدي عشان ما بحبهاش تظهر في الأكلة قوي، علشان خاطرها الجورة ما بتحبهاش. فانا بس حتة كده صغيرة تطعم لنا الأكل. وانا على طول بطبخ من غيرها عادي، بس طالما موجودة خلاص نحط رشة زيت بس كده وخلاص. نقلب كل الخليط ده في بعضه. وما ننساش طبعا قرن الشطة ده سبايسي، انا هحطه فيها برضو يديلها يعني نكهة حرارة بس كده. ايوه كده ظبطي نفسك يا سوم. طبعا شغلت الفرن وهحط بقى الصينية الجميلة دي واغطيها، بس ما كانش عندي ورق فويل، فانا حطيتها في الفرن وغطيتها بصينية ستانلس، لان صينية ستانلس باي غطا يغطيها عادي يعني اللي موجود. بس لو كان الورق الفويل ده موجود كنت غلفتها بيه. هنعمل شوية رز بشعرية. الحلة الصغننة دي عايزة اقول لكم يعني اكلتنا يومين، واتبقى رز خلاص ما عادش ينفع بقى يتاكل يومين والله. حلة صغيرة مش بكتر طبيخ، بس طبعا الناس ما بتاكلش وهي صايمة قد كده. حمرت الشعرية وكنت غاسلة الرز ومصفياه، بدهم ايه تقليبه بقى مع بعض كده، واحط الملح وشوية المية واظبطهم. اظبط ملحها والمية بتاعتها. المية بحطها حوالي عقلة صباع كده، من صباعي، مش عارفة بقى هو كل صباع بيختلف عن الصباع التاني ولا لا. يعني في ناس ممكن صباعها يبقى اكبر. تعالي كده اصل نقيس. مش عارف. استني العبط اللي احنا فيه ده. استني بس، والله نفس العقل. لا يا بت. انا بتاعتي اتخن شويه لا لكن نفس لا، الطول. وصبعك اطول من صبعي لا شوية. والله. احنا نشاكل اهو. والله استني بس، والله نفس انت عارفة انا الطول. بعمل العقلة الاولانية دي كده، خلاص الرز اتظبط، بيطلع استني وقفي مظبوط. عقلتك كده. الناس هتقول والله. علينا هبل يا شيماء والله والله. نفس الطول، وانا صبعي بصي، اتخن لا بصي سنه. الحتة دي يا قبلها بنتي بشوي. صدقيني نفس الطول. خلاص نفسه انا نتشكل قدام الناس على صبع مين اطول من مين. الهبل ده. جبت هدوم العيد ولا لسه يا ولاد؟ احنا لسه هنعيد من غير ماما يا بت.
ما تسكت، انا قلت لك النهارده انت يومك مش معدي ومش لا هتسيبينا متعودين نعيط. ان هي بتصحى من النوم اسماء بجد انا هسيبك تيجي, وامشي. تيجي بقى ايه يعني يفطروا بقى هناك وكده، وتعدي علينا تعدي عليا وعلى شيماء وعلى هاجر. قد ايه؟ ان شاء الله يا ماما اما ترجعي بألف سلامة لازم تعدي علينا كلنا، يعني احنا هنجيلك ونقابلك بإذن الله بكل فرحة وانت راجعة بالسلامة، بس انت ما تيجي بقى تعملي نفسك بتعيدي علينا. تيجي بألف سلامة يا ماما، ربنا يكتبها لك كل سنة، يا رب يكتبها لك كل سنة يا ماما يا رب. ويكتبها لي معاكم اللهم امين. يا رب ويكتبها لكل مشتاق يا حبايبي. طبعا عملت طبق سلطة، عملت حبيتين طماطم كده على اسمها ايه، خيارايه. فضلت استني يا بت استني انت، على استني بنجر. انت لو مش سمحت. مستنيه. فضلت على ادعي كابوتشا. لهم، فضلت ادعي لهم ان يا رب مامتهم وباباهم يطلعوا عمره ويفرح قلبهم، عشان كل مش انا كنت رافعه شورتس، اه كل الكومنتات عقبال بابا وماما، عقبال ابويا وامي، عقبال عقبال كل مشتاق يا رب. قلت يا رب ربنا يفرحهم لكم يا رب، كل اللي بيتمنى، علشان هم فرحة اهالينا من فرحتنا. طبعا اللي بيحب حد بيفرح لفرحته. اه جيت افتح الكيس ووقع شوية لبن صغننين كده، قلت يلا خير. نحط اللبن يغلي وننضف الرخامة كده على طول. ايوه كده شطورة يا اسماء، اول باول كده. نحط اللبن يغلي، وزي ما انتوا شايفين الرز برضو الطبق اهو كنت مهديه عليه، وصينية الفراخ بتاعتنا الجميلة اللي بالبطاطس دي في الفرن، ريحتها كانت ايه. طلعت هنا كيس عصير من اللي انا مفرزاهم، كنت مفرزة كام كيس مانجا كده لشهر رمضان عشان العصاير بقى انتوا عارفين. يا دوبك كده بطلع الكيس يفك شوية وبقوم فرمة العصير، بيبقى لسه ساقع كده. عملت مانجا، شريف هو اللي كان طالب المانجا، لان يعتبر يعني اكتر عصير عملته اللي هو الفراولة بالموز باللبن، انا بعشق العصير ده، عندي احبه اكتر من المانجا كمان، بحس انه طعمه زي الزبادو واحسن كمان، انا بحب الزبادو، فعصير الفراولة باللبن والموز حكاية. اسماء، نعم. لو عملتيه بقى وحطيتي في قلبه زبدية بيبقى زبدو زبدو. ما هو في زبادي وفي موز لا في لبن، بتقولي قصدي لا، لبن. لو بدلتي اللبن بالزبادي مم. بيبقى زبدو، مم. بيبقى طعمه تحفة. هحط زبادي. انا عشان والله بيبقى عندي الزبادي في التلاجة، تصدقي هجرب برضو، انا دايما اعمله بصراحة بلبن، بس بيبقى طعمه جميل بلبن برضو. بس اهم حاجة يكون العصير مركز، ما بحبش العصير الخفيف ده، ما بحبش اشربه ابدا، ولا العصير اللي هي الفروت، العصير البودر اللي بيتعمل في البيت ده لا، اللي بتشرق اكياس ويتعمل في البيت ده لا. انا دايما احب العصير الطبيعية، ويكون العصير مركز تقيل. شايفين بقى صينية البطاطس بتاعتنا وجمالها يا سيدي. اتفضلوا يا جماعة افطروا معايا. كوباية العصير بتاعتك يا اسماء. اهو يوم ما كنت عازمة شيماء واحمد، شيماء بتقول لي احمد بيحلف بكوباية العصير بتاعتك، الكوباية العصير بس والاكل لا. طبعا يا حبايبي كنا فطرنا، وغسلت بقى مواعيني وظبطت حالي وشقتي وكده، ورحت لماما تقريبا رحلها على الساعة 10 بالليل. كنت متضايقة ان انا متأخرة، انا هروح هتنام ومش عارفة ايه، فضلت مسهرانة، يعني فضلت سهرانة معانا شوية يعني. المهم المقطع ده بقى تاني يوم، لان شريف كان قال لي يومها انا عايز صينيه كنافه بالكريمه، وانا قلت له الوقت اتاخر، اصل طالبها مني امتى، مفيش قبل المغرب بحاجه، وانا كنت بقول يا دوبك هقوم من على الفطار اغسل المواعين على السريع وامشي. ف على ما بابا بقى راح بماما للدكتور يومها وجالنا ومش عارفه ايه، كانت الساعه 10. المهم تاني يوم على طول قمت عامله بقى صينيه الكنافه اللي هو كان طالبها. اقفل يا دود عشان بسجل. فاول حاجه ابتديت بيها ان انا عملت الشربات بتاع
الكنافة. في ناس بتقول عليه سيرم، شربات، زي ما بتقولوا. المهم ان هو كوبايتين سكر وكوباية مية وعصرة ليمون، وتسيبوه من بعد ما تحطيه على النار كده، سيبيه حوالي ربع ساعة. بعدين طفي عليه، واول ما تطفي عليه حطي باكت فانيليا بس، وتقلبيه فيها كده وتسيبها يبرد، لان لازم الشربات يبقى بارد بتاع الكنافة. الكنافة تطلع سخنة والشربات يبقى بارد، وتقومي صبة بقى الشربات على الكنافة وهي سخنة. وسيحت السمنة، يعني السمنة دي على حسب الكمية الكنافة اللي انت بتعمليها. انت بقى بنظرك كده بتغلفي الكنافة بالسمنة، وبتبقي عارفة هي كفاية كده ولا لسه محتاجة. ماشي. وبرضو عملت شوية سكر بودر، علشان احط حوالي معلقتين سكر بودر كده على الكنافة، اقلبهم فيها. خليكم معايا خطوة بخطوة. عايزة اقول لكم كانت تحفة، كانت حلوة قوي. ماليش في السكريات بس لازم ادوق اللي انا عملته. شريف كان مبسوط منها قوي بصراحة، قلت الحمد لله. مسكت الكنافة كده، قطعت شوية حلوين كده، قطعتهم بايدي كده. لو هي عندك في الفريزر هتبقى سهلة عليك ان هي تتقطع بسهولة، عما تكون طرية بتتكسر بسهولة كده لما تكون متفرزة. لكن دي كانت في التلاجة وطرية لسه مش متفرزة. خدت منها شوية على قد ما انا عايزة، والباقي حطيتهم بقى في الفريزر، لان انا عايزة اعمل كنافة بالمانجا، بالكريم بقى شانتيه والمانجا والقصة بقى اللي انتوا عارفينها دي. هاجر بنتي طلباها، يعني شريف طلب اللي بالكريمة وهاجر طلبة اللي بالمانجا. فانا قلت اراضي الطرفين، مرة بالكريمة ومرة بالمانجا، صح ولا ايه؟ وانا اسمع ورقي. وشيماء تسمع ورقة يجري، وهي عاملة دايت وما بتاكلش حلويات في رمضان. بس انت كلتي يا بنت عندي يومها، دقتيها اللي كنت انت عاملاه، اللي هي كانت من اختراعك دي. مش عايزه اعرفكم. كانت هاجر شيماء اختي عامله لنا كنافه باختراعها كده، كانت حاطه لنا المانجا في قلب الفرن. بس كانت حلوه والله يا جماعه، حلوه يعني. حطيت شويه السكر مع السمنه وقلبت بقى كويس. لا حلوه، اتاكلت برضه يعني. الله يستر عليكم، والله كانت حلوه. ستر عليك يا هو، يما الله يسترنا دنيا واخره جميعا. المهم نغلف الصينيه الاول بسمنه كويس كده زي ما انتوا شايفين. احلى حاجه ان هي كانت رقيقه مش تخينه، بحبش الكنافه تخينه. بنقسمها لتلت وتلتين. التلتين بتحطهم تحت في الطبقة اللي تحت، وتضغطي عليها كويس قوي كده، وتحاولي تطرفي الكنافة، تعملي لها حافية كده، علشان لما نحط الكريمة ما تخرجش من قلب من قلب الكنافة. زي ما انتوا شايفين كده بعمل لها حافية. المهم هعمل الكريمة بقى. هعمل كوبايتين لبن ومعلقتين نشا. وطبعا الكريمة بتاع الكنافة ما بتحطلهاش سكر. هو ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو الواحد في العيد مم. هيفرش مفارش قطيفة ولا اللي هي لا الكوفرتيات؟ احنا لسه في الشتاء يا شيماء. العيد هيبقى في الشتاء، ربنا يستر وما تبقاش بتشتي كمان يوم العيد. طب ما هي الكوفرتات برضو ما هياش حاجة خفيفة. بنقلب كده، وبعدين ننزل كده في نص الصينية. ننزل في نص الصينية، وبعدين نروح بقى على الأطراف كده بالمعلقة، بس ما نفردهاش للآخر قوي كده. حلو. طبعا بنسيبها لما تهدى خالص بقى وتبرد، وبعدين نحط الطبقة التانية فوق كده، نوزعها بشكل كده عشوائي، ونطبطب عليها بالراحة خالص. شفت لما تكوني بتطبطبي على طفل صغنن كده؟ طبطبي على الكنافة بالراحة كده بعد ما تفرشيها.
ايوه. الله بقى، الله. ما خديت تعبت تشوفي شكلها يا بنت، والله اللي انت جاي. شايفه؟ استنى، كنت عايزه اوريكي. يلا راحت اللقطه دي. هقلبها اهو. ايه يا روحي، ايه يا حبيبي؟ ما شاء شويه الله، ما شاء كنافه الله، بقى يا بنتي شيماء. ما شاء الله. كان طعمها حلو قوي على فكره، ورقيقه ازاي، انت بتحبها رقيقه انا عارفه. ما خلاص يا اسماء يا حبيبتي، في ايه؟ يا بنتي. نزلت على طول بالشربات، طبعا كان برد. كنت بتسجل على فكرة. عايزه اقول لكم طريقه تسويه الكنافه يا جماعه. بتحطيها في الفرن من تحت، ماشي، وبعدين اول ما الجوانب تحمر وتفصل، اعرفي ان هي احمرت، تقومي حطها تحت الشوايه. ما بتاخدش حاجه، ما بتطولش في الفرن خالص يعني، فخليكي جنبها عشان ما تتحرقش. نقطعها بقى، خدي يا قوش. معلش، عدت جايه بطني وجعتني يا صاحبي. شايفين القطعه؟ جميله جميله. انا حباها كده تكون، ما تكونش تخينه، وتكون طبقه الكريمه معقوله كده، مش تخينه برضو. كان طعمها حلو قوي. يلا يا حبايب قلبي، نشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش دعوة حلوة من قلبكم بفك الكرب، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف مليون سلامة. مع السلامة.